السيران السوري باختصار على الساعة 9 الصبح بنكتب على جروب العائلة يا جماعة لا حدا يكتر أكل، كل واحد يجيب شغلة واحدة بس. على الساعة 12 الظهر بتلاقوا الطاولة مليانة وغرقانة ب4 أنواع كبة و300 رغيف خبز و6 نوع سلطات. بيقوم برن لك واحد بيقول على فكرة لسه الناس جايين على الطريق ما وصلنا كلنا ها. فبنكتشف هون إنه السيران السوري مو نزهة، لا حبيبي لا، اوعك تغلط، هي معركة جماعية ضد الجوع. اوعك تغلط وتفكر إنه رايحين على الطبيعة، لا نحن رايحين نفتح مطعم 5 نجوم على شط البحر أو النهر اللي قاعدين عليه. فأول ما بتوصل بتنصدم بطول الطاولة اللي صاير أخذ من أول استراد لآخره، بتلاقي عليه كبة ويبرق وشوية معجنات مشاوي وفتوش وشوية تبول وبتنط السلفة اللي مو طايقة حدا. على فكرة عملت لكم طقة ماتت، يعني هي قصدك كلمة تانية بس قصدها عن الأكل ما بيأثر. ويطلع لك واحد بتطلع على السفرة بيقول والله أنا خايف الأكل ما يكفي، خجلان كتير وحاسس إنه رح يصير نقص يا جماعة. هون الصدمة الكبرى، الشجر بحس حاله إنه مزروع بالغلط بنص بوفيه مفتوح. أول ما بنوصل بتكون ريحة الشجر والطبيعة والزهور واضحة، بيوم واحد بيقول لك يا زلمه مخنوق من هالمشوار بتحس لسه مختنقين، بس بلشت ريحه الدخنه والمشاوي بيقول لك ايه ها هلا بلشنا نشم ريحه طيبه يا جماعه وبلشنا نتنفس ونحس بالمشوار. فبنهايه المطاف السيران السوري مانو سيران عادي، لا هو مناسبة وطنية لنثبت إنه الصحن البلاستيكي بيتحمل 3 كيلو رز وكيليين لحمة وبيقعد على العشب أكتر من 2 و3 وما بينكسر. وأوعك هتفكر إنك رايح تسترخي، لا بتلاقي حالك